اهلا وسهلا البنات، واش راكم؟ كيف حوالكم؟ اليوم جيتكم فيديو جديد. على بالي البنات باللي طولت عليكم، وعلى بالي باللي الله غالب ظروف، كانت عندي ظروف سي بوغ سا ما كنتش ندير لي فيديو بزاف. المهم البنات ماني جايتكم بيديا فارغين. راه عندي دي برودوي بزاف استعملتهم بزاف في كامل هذا العام اللي كنت غايبه فيه. نشارك معكم التجربه نتاعي فيه بيان سور. نبداو اولا بهاد لاغام تاع مينياس. قبل كل شيء قدامنا نبداها كما عودتكم نصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عين محمد عليه الصلاة والسلام. اولا البنات كما كنت تشوفوا هذه لاغام تاع مينياس، كاين البعض منكم جربها، كاين اللي غير شافها كيما هكا، كاين اللي مازال ما سمعش كاع بها. المهم البنات انا جربتها وغادي نخبركم على التجربه نتاعي ليها. نبداو اولا فيها صابون وفيها لا كريم وفيها الزيت. اولا البنات هذا الصابون تاع مخدوم بالكركم وزيت البرتقال كما كنتم تشوفوا. دايرين له التفتيح وتوحيد لون البشرة، مضاد لآثار الحب والشباب، يقي من الكلف ويعيد إشراقة الوجه. دايرين له لجميع أنواع البشرة. المهم البنات أنايا جربته، راني نوريكم كيما هكا باش تدوا عليه نظرة اللي مازال ما شريتهش. كما كنتوا تشوفوا المكونات نتاعه كلها طبيعيه: زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الخروع، زيت الارغان، وزيت جنين القمح، زيت البرتقال، خلاصة الكركم. كلها مكونات مفيدة بزاف للبشرة، ودايرين طريقة الاستعمال. المهم البنات هذا هو الصابون. سمحوا لي ما وريتهالكمش من كان منتوج جديد، باسكو كانت هذه كانت مخدومه كيما الوريده. هنايا كاينه ورده وجايه لا فورم تاعها شابه بزاف، البنات شباب بزاف. المهم البنات راكم تشوفوا في هاد الحبوب الرافعه هذه دايرينها كي تنجمي ديريه غوماج وصابون او ميم طون تقومي بيه. لكن ما ننصحش به اللي البشره نتاعها حساسه، باسكو ديرها قبل كوم يموس في يديها ومن بعد تابليكيه على لو فيزاج ينقي تري بيان، باسكو هاد الحبيبات كي ديريها على لو فيزاج شويه يجرحوا شويه، باسكو خشان. المهم البنات هاد الصابون ينقي تري بيان ويصفي البشره صح كما قالوا. وحتى المكونات نتاعه كما شفتوه من قبل، مكوناته كلها طبيعيه وكلها مفيده للبشره. انا ننصح باش تستعملوه وتستخدموه. كذلك البنات هذه لا كريم تاعه كذلك مخدومه بالكركم، دايرينها العنايه الليليه، فيتامين سي. ها هي لابوط نتاعها، نوريكم ابوبخي باش تشوفوا المكونات. هي المكون فوكس تبان. ثاني هي دايرين فيها شمع نباتي طبيعي، زيت اللوز، زيت نواة عفوا المشمش، وزيت زيت اساسي البرتقال، فيتامين سي، وبيان سور حافظ باش تقعد كما هي. المهم البنات هاد لا كريم كملتها حتى للتالي. دوك المهم راها فارغه، لابوط راها فارغه ما فيهاش. كملتها شابه بزاف البنات وسيفري تصفي البشره. انا خرجت عليا تري بيان كنت نديرها مباشره لما نستعمل الصابون، لكن هي كملت لي قبل ما يكمل لي قبل ما الصابون قعد واللي هي لا كريم كملت لي. كذلك البنات كاين الزيت هذا نتاعهم، زيت نواة المشمش، واللي ما عرفتش تشوف في الانترنت على نواة المشمش. الزيت نتاعه مفيد بزاف للبشره. شوفوا هنا البنات شراهم فوائد الاستعمال: يخفف الهالات السوداء، يكافح علامات الشيخوخة شيخوخة البشرة، يرطب ويزيد من نضارة البشرة. المكونات كما كنتم تشوفوا البنات: زيت نواة المشمش طبيعي، معناتها زيت طبيعي خام، دايرين فيها طريقة الاستعمال. المهم البنات انا كنت مرة على مرة ندير من هذا الزيت، نديرها في الوجه وفي الرقبة، ومرات ندير لا كريم باينه بالمورا من ندير نغسل بالصابون تاعهم. المهم البنات
انا هاد لاكام ننصح بها تشروها، ومفيده بزاف بزاف، ولو كان نلقاها نعاود نشريها بيان سور. سوف انا نستعمل لي برودوي بزاف، سيي بزاف. ننصحكم البنات اللي عندها بيدجي قليل ولا تنجم تشريها. جو كخوا لا كريم دير الى راني عاقله باسكو صافي بيان لونطون ملي شريتها. لا كريم دير 60 ميل، والزيت كذلك نفس السعر الى راني عاقله. ما تدوش عليا البنات لي بري، باسكو لي بري من ولايه لولايه يتبدلوا من كوسميتيك لكوسميتيك كذلك. والصابون المهم هاد لاغام كامله ما تفوتش 200 ميل. وراكي صفيتي وجهك سورتو مورا هاد الصيف تنجمي تستعمليه، كلها غام مملوءه بالفيتامين سي. تنجمي ديريها زياده وتستفادي من الفيتامين سي تاعها. نتمنى نكون فدتكم البنات بهاد لاغام اللي ما تكونش عارفتها. كيما انا ما كنتش عارفتها، شريتها كيما هكا باش نوريكم. نتمنى يعجبكم الفيديو، وتهلاو في رواحتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.